شكرا لك نوال على كل هذه التفاصيل عن الوضعية الجوية، حيث لا يعين على قساوة البرد هذه الأيام في منطقة شريعة إلا المدفأة، لكن لتشغيلها لابد من غاز، إلا أن سكان المنطقة يعانون الأمرين للتحصل على قارورات غاز. قناة النهار رافقت أحد سكان المنطقة في رحلة البحث عنها، وتفاصيل مع إبراهيم برقش ومحمد سعداوي. عادت الثلوج للتساقط على أعالي شريعة، وعادت معها معاناة سكان المنطقة مع قارورات الغاز. عبد الغاني وفي هذا الجو القاسي خرج في مهمة البحث عن قارورتي غاز لأهله، مهمة لن تكون سهلة. ما نقدروش نفوتوا الشتاء هذه لخاطر شويه على كل عام نسوفريو، ما راناش قادرين نشعلوا الحطب ونسوفريو، والحطب وين راهو بزاف باش نجيبوه وكلش ما نقدروش نجيبوه. والغاز دو فيل هذا وعدونا وما حبوش يلحقوا لنا الغاز، بورتون راهو غير قريب ورانا نسوفريو بزاف علينا. ماذا بهم السلطات يقوموا بنا ويلحقوا لنا الغاز خاطرش تعبنا بزاف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وجاري. أهلا لاباس خير الحمد لله. عطيني زوج خان جاري. بقات وحده يا خانو خويا. معليش باش ندير عطيني وحده. عطيني. عبد الغاني بتحصله على قارورة غاز يعتبر من المحظوظين، فالتالي قد يضطر للانتظار أيام عديدة لاستبدال هذه القارورات الفارغة بأخرى مملوءة. شوف يا جاري كاع فارغين، عندك الزهر بقات وحده من زهرك. كاين ميداك واحد يجي شغل يفهمك يقول لك ما حبش يعطي لي، ولا هو الغاز ما كاش صح. دخلت معايا لداخل واش تقرا كاع فارغين. يتم السكان هنايا بزاف عندهم ازمات من جهه الغاز، حاجه تاع ندفاو بها نطيبوا بها شغل، وما يلحقش بزاف الكاميون بزاف، ثم يطيح بالك خطره في الشهر وين يطلع ديفو ميداك شهر ونص صا ديفو. الشريعة ما هي إلا مثال عن باقي المناطق النائية التي تعاني من مشكل عدم توفر الغاز، فتخيلوا المعاناة الكبيرة التي يعيشونها سكان هذه المناطق في هذه الأيام الباردة.